السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب دايما. النهاردة جايبالكوا البط المسكوف، هطلع منه أوردرات. طبعا عايزة أشوف النهاردة إيه أوزانهم إيه. في حد كده طالب مني تكون الأوزان خفيفة مش تقيلة، وهم خلاص عدوا يعني يعتبر 63 يوم النهاردة. الدورة ديت يعني كملت إيه 63 يوم معانا. هطلع الأوردر النهاردة، هوزن معاكم البطة وهي قبل ما تتذبح ان شاء الله هنشوف وزنها كام، وهنشوف باذن الله بعد ما اتذبحت هنشوف هتعمل معانا ايه وزن كام. هوريكم التفاصيل كلها ان شاء الله، وهنذبح وبعد كده بعد الذبيح باذن الله نوزن تاني ونشوف ايه الوزن بتاعهم وصل كام بعد الذبيح. بس كده ناخد واحده كده ونوزنها ونشوف. طبعا الميزان عندنا احنا كده ايه، نصفر الميزان نحط بطة كده عليه. وزن ده يعني يعتبر يعني 63 يوم. نشوف النهارده كام عامل كام. 63 يوم بالظبط. الوزن عامل 3 كيلو 300 جرام. 3 كيلو 300 جرام وزن البط المسكوفة على عمر 63 يوم. ده قبل الذبيح، يبقى كده قبل الذبيح 63 يوم عامل 3 كيلو 300 جرام. ده كده عشان ايه الزبون صراحة عايز يعني وزن عالي، يعني عايز اوزان ايه 3 كيلو 3 كيلو 300 الاوزان دي، لكن مش عايز اوزان عالية. انا دي يا دوبك بس اللي هوريها لكم دلوقتي عشان بس ما نتلخبطش. دي عاملة 3 كيلو 300. 3 كيلو 300. هنشوفها طبعا ايه هتصفي معانا كام بعد ما نذبحها. مش هوزن معاكم التانيين لان ايه عشان كده هتلخبط بينهم. خلينا في الواحده بس كده عشان اعرف بس وزنها وصل كام. نربط جناحاتها مش عارفه تتحرك. خليكم معايا كده لغايه ما ننضف بقى ونشوف بعد النظافه هيوصل معانا كام. خليكم معانا كده. خلصنا يا جماعه الحمد لله تمام كده. نضفناهم وريشناهم كده والحمد لله. كده اشوف لكم الوزن بقى صافي لما بعد ما تنضف. انا كنت وزنه دي معاكم تمام. البطه دي كانت عامله 3 كيلو 300 جرام. كانت 3 كيلو 300 جرام. احنا هنشوفها بعد ما نضفناها، هنحط الكبد والجوانص فيها وهنشوفها صفت معانا كام بعد التنظيف. ما شاء الله جميله يعني صراحه ايه عشان لسه صغيره طبعا عمر 63 يوم. لسه برضو البطه صغيره برضو مش كبيره قوي. انا دلوقتي هحطها في كيس وهوزنها معاكم كده. حطيتها في الكيس وهنيجي دلوقتي نحطها على الميزان. نصفر بس الميزان. هي كانت افتكروا تاني معايا 3 كيلو 300 جرام. بعد النظافة والكبد والجوانص، الكبدة والجونصة جواها بعد النظافة عملت صافي 2 كيلو 700 جرام. ده بالراس بالكبد والجوانص تمام. هنحط الرجول. يبقى عملت 2 كيلو 800 جرام، يعني الرجول يعتبر كده 100 جرام لوحدها.
يبقى صافي البطة المسكوفي بعد النظافة عملت معانا يعني كده يعتبر خسرت من وزنها الأساسي 600 جرام. بالرجول يبقى خسرت وزنها كده نص كيلو يعتبر. ده وزن البط المسكوفي بعد ما اتنضفت بعد ما خلصناها، من 3 كيلو 300 جرام ل 2 كيلو 700 جرام. بالرجول طبعا تاني 2 كيلو 800 جرام. ادي ده وزن ايه البط المسكوفي بعد النظافة. كده ايه وريتكم كده الفيديو بتاعنا كده خلاص كده الحمد لله نضفنا وخلصنا. هكمل بقى بقيت الشغل بقى وكده اللي هيطلع. الحمد لله كده ايه خلصنا. يا ريت كده الفيديو يكون عجبكم، واتمنى كده لو عجبكم ان شاء الله تعملوا لي لايك كده الفيديو، ولو انت اول مره تدخلوا ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.